تفعل شكرا اللايك تشترك لايك شير سبسكرايب. النهارده هتبقى حلقه جديده في الكون. ابتدي حقق هدفك، ما تقفش، ما تخليش حاجه توقفك، ما تخليش حاجه تعطلك، اسعى اجتهد. الدنيا ما بتدورش اللي عايز يدور وعايز ينجح، الدنيا مش هتدور عليك وتقول لك تعالى انجح، الدنيا هتوعقك، الدنيا هتحبطك، الدنيا هتضربك القلم ما تخليكش تقوم. لا انت قوم واثبت لها انك اتعلمت الدرس واديها قلم توعقها. انت قوي، انت تقدر تحقق المستحيل. الموضوع منك محتاجش وقت، محتاجش مجهود، وهتوصل لحاجه يعني انت نفسك ما كنتش تتوقعها اصلا. فاجرب بقى اشوف ايه الجديد، اجرب اشوف ايه اللي انا المفروض اعمله، اجرب اشوف ايه المفروض ان انا اوصل ليه، اجرب اشوف طموحي فين، اهدافي فين، احلامي فين. الحاجات دي يعني هتنمي من تفكيري ومن ذهني. اجرب العب رياضه كتير، اجرب اشغل ده واقرا كتب، اجرب اتعلم، اجرب العب رياضه، اجرب البس لبس معين يليق عليا يكون سمايل، اجرب مثلا ان انا يعني اعمل حاجه جديده، ما افضلش هي الحاجه اللي انا افضل اعملها. اجرب حاجات جديده، ابتدي انظم من حياتي من نفسي، ابتدي مثلا ايه اغسل اسناني كويس، ابتدي ان انا اظبط حالي واشتري احسن برفانات. الاهتمام بالنفس حاجه جميله، وده اللي يساعدك على الشغل. على فكره في ناس ممكن تستنى يا عم الاسنان ايه ايوه طبعا اهتم باسناني، اهتم بمظهري، انا شخص، انا مش حيوان، انا بني ادم. في ناس بتقوم الصبح لا بتغسل اسنانها ولا بتاع، ده يعني قلنا 1000 مرة مصيبة. تمام يعني بص هزعل منك. اللي مع محمد شعراوي على قناة اليوتيوب لازم يكون بصوا سنجل 10/10، حاجة مفيش بعد كده. ما تبقاش قايم من النوم مثلا ريحتك وحشة وبتاع مش غسل، ازاي؟ اغسل اسناني كويس، اظبط حالي، ما هو ده برستيج. لما اروح اي شغلانه ما هم بيبصوا للشكل والمنظر واللبس، ده في شغلانات متطلبات انك لازم تكون مظهر وشكل، وبعدين حتى صحيا لنفسك، لان اكبر تسمم الانسان اسنانه. ابتدي اغسل نفسي، ظبط، ابتدي احط مثلا حاجات على شفايفي مثلا تظبط تحوش القشف اللي فيها، ابتدي احط غفران. في ناس ريحتها تعمل ايه يعني، ابتدي احوش اي هالات سود على عينيا، احط كريمات، اظبط لبسي شكلي، ابتدي انجح، ابتدي احقق اهدافي، ابتدي ادور على شغل، ابتدي ان انا يعني انمي من ذهني، انمي من ادراكي، ابتدي اشوف ايه اللي المفروض عليا اعمله، ما اقفش في مكاني. الوقوف هيدمرك، لا كمل، وعيد تقوم، مش مشكله، مش مشكله انك تقع، مش مشكله انك تقع، المشكله انك تفضل في مكانك، المشكله انك ما تحاولش، المشكله انك تستسلم، المشكله انك تفشل، المشكله انك تستسلم لاحباطك ولفشلك وتعلق شماعتك على الظروف، اصل ده البلد، اصل ده لا. العيب فيك انت، في نفسك، رزقك في نفسك، انت اللي ممكن تنجح وانت اللي ممكن تفشل نفسك. شخصيتك انت اللي بتفرضها باحترامك واخلاقك وكلامك وطريقتك وشخصيتك على اللي حواليك، انت بتفرض عليهم، بيعرفوا الشخص ده ايه من خلال كلامك. في مثل جميل بيقول البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا. يعني عمر الحياة السهلة ما تصنع انسان عبقري، لازم الحياة تهدك وتقومك وتتمرمط ان شاء الله حتى تنام على الرصيفة، لحد ما تكون زي ما بيقولوا كده بالبلدي مرقع، عارف دنيتك ماشية ازاي، بتقدر تتعامل. هنخلي واحد، هضرب لكم مثال بسيط، هنخلي واحد تمام اتمرمط كتير وتعب كتير ويتعلم في الحياة، وواحد دخل الجامعات بس ما ملفش في الحياة، انه اللي يكسب؟ اللي اتمرمط واتعلم، اللي ده طعم المر وشربه. بس في فرق بقى، اللي بيفصل ده عن ده ايه؟ الانسان الجامعي عند في العقل في ده، واللي بيفصل التاني اللي عنده خبرة في الحياة عن الجامعة، انه عنده خبرة في الحياة بس ما عندوش حتة التعليم، ديكها بيقرأ كتير وبيتعلم ودماغه سايحة من التعليم. فلو الاتنين اندمجوا مع بعض، الخبرة مع الحياة مع التعليم، تهد الدنيا، مفيش حاجة تقف قدامك. شكرا، معاك خبرة ومعاك تعليم، شكرا، تعمل المستحيل، هتتعب شوية بس هتنجح، هتوصل اللي انت عايزه. فانت اديني خبرة، علم، تفكير، ادراك، ثقافة، تحكم في النفس، شغل، اهد المستحيل، اهد الدنيا، مفيش حاجة تقف قدامي. فانت جرب الحاجات دي، جرب انك توصل، جرب انك تنجح، جرب انك تحاول، جرب انك تشوف الجديد وتعمله، جرب انك تحاول مش تجرب انك تحاول تفشل، لا جرب تحاول انك تحاول تنجح، جرب تحاول انك تثق بربنا. اذا كنت مش واثق في نفسك فثق بيقين ربنا فيك. انا مش هقول اكتر من كده. جرب تصلي، جرب تعبد ربنا، جرب تعمل اللي انت عايزه مش الناس عايزاه، جرب انك تلبس اللي انت عايزه مش الناس عايزه تخليك تلبسه، جرب انك تحب
الحاجه اللي انت عايزها وتشتغل فيها. جرب انك تحاول، والله هتوصل. ما تقنعنيش انك في مكانك مش هتوصل. يعني ما تقنعنيش ان انت في مكانك وتوصل، لا استحاله. عشان توصل لازم تحاول. عشان توصل لازم يكون عندك حته الايه، الجفت. ايه هي الجفت بالعربي؟ يعني معناتها اهداف. لازم يكون عندك هدف، حلم، غايه، مبرر، وسيله انك تقول للدنيا لا انا مش واقف، انا مستحيل استسلم، اخري مش هتعرف تجيبيه. فالحاجات دي يا جماعه لو قدرنا نفهمها والله هتهد الكون. انتوا عارفين مشكله الشباب ايه؟ مشكله الشباب ايه؟ انهم عايزين كل حاجه سهله قدامهم، وده مستحيل. مفيش حاجه هتجيلك وانت قاعد في مكانك. اقف على رجلك، حاول، كمل، قوم، اتحرك، ما تقفش في مكانك. طول ما انت واقف في مكانك مش هتنجح. طول ما انت واقف في مكانك مش هتنجح. في مثل جميل بيقول تمام، اذا رجعت خطوة الى الوراء فاعلم ان السهم سينطلق بقوة للامام. يعني انت لما ترجع ورا مش عيب، لو انت هتطلع 1000 درجة لقدام، مليون درجة لقدام. فده بيميزك، ده بيحفزك. شوف انت عايز ايه، شوف انت بتحب ايه. اتجوز البنت اللي انت عايزها. بتقولي مفيش فلوس والدنيا والحياة، ولا في، دور، اشتغل، هتلاقي الحاجة اللي انت بتحبها. ربنا ما بيرزقش يا جماعة. انتوا لو تفهموا معنى يعني ايه ربنا، انه يحقق لك المستحيل. مفيش حاجة تقف قدامك. انا عايز البنت الفلانية، ده اصلي ده غنية وبتاع. يا باشا العيب عندك، اشتغل ودور وخليك غني عشان تروح تقدم لها، عشان تدفع الفلوس وعشان تقدر تاخدها. طالما هي كده الدنيا ما بتديش لحد اللي عايز ياخد ومصمم اللي هو ياخد، وهياخد بايده واسنانه، مش هيقف. طول ما انت عايز خد وامسك بايدك واسنانك وثبت، ما تقفش، خليك اسد. الحياه لا تفسح الطريق الا لمن يعرف الى اين يذهب. الحياه عمرها ما تفسح لك الطريق الا لما تكون عارف انت رايح فين. ما تقنعنيش ان انت ماشي في الصحراء وما معكش خريطه للطريق، هتتوه وتضيع وتموت، وامالك تضيع في مهب الريح. فلا، ثق بربنا، خلي عندك امل. شوف، عشان تنجح قدامك حاجات معينه، صلي، اعبد ربنا، دور وانجح. عايز تشتغل اي حاجه، ما تقوليش لا ده انا ظروف، اصل انا لسه هدور على شغل. انا معاك يا باشا، انت بتحب حاجه دور عليها وروح شوفها هي فين، وحاول تدور عليها هتلاقيها وتشتغل. عايز الفلانيه يا باشا، اشتغل واجتهد عشان تاخدها. طب اعمل ايه؟ خلي عندك طموح. ما تروحش تشتغل كهربائي سليستيون، ولا تروح تشتغل كذا، ولا مش عارف ايه، وترجع في الاخر تلوم نفسك، لوم ان انت ما دورتش. طب انا بايدي فرصه، انا عندي 27، طب انا عندي 20، طب انا عندي 30، طب انا عندي 40. يا باشا لحد 60 لو لسه فاضل لك دقيقه في الحياه، عافر، هتنجح. في ناس اتشقلبت حياتها بعد 40 سنه و50 سنه ونجحوا واغنياء. في ناس اتشقلبت حياتها في سن 30، في ناس اتشقلبت حياتها في سن 20. مالكش دعوه، ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك في بكره، في النهارده. انا كنت ايه امبارح، النهارده هبقى ايه. انت تقدر تحقق المستحيل. انت مع كل الوسائل والصلاحيات، الشباب، المستقبل، اليقين، السعي، الاجتهاد، هتلاقي اللي انت عايزه. اي حاجه انت بتتمناها، انت عفريت نفسك. زي ما بقولك كده، عارف انت الفانوس السحري؟ فانت الفانوس السحري بتاع نفسك، بتاع اهدافك، بتاع احلامك. فانت جرب، يعني جرب انك تحاول، جرب انك توصل، ما تقفش. عدوك الامثل اللي دايما هيواجهك وهيخوفك هو نفسك. لو قدرت تتحدى نفسك صدقني هتنجح، هتوصل. بس مشكلتك عدوك هو نفسك. بص في المرايه هتلاقيه. طب انا اعمل ايه؟ ابتدي احاول، اخلي عندي يقين في ربنا. حته ان الواحد يسعى ويجتهد ده شيء جميل. فانت ما تقنعيش الظروف والحياه، لا، عندك انت. شوف انا ينفع اعمل ايه. صلي، اعبد ربنا، اقرا اذكار الصباح المساء، لكل ديانه قرب من دينك، وادعي ربنا مش هيخذلك. احنا معانا ربنا يا جماعه، واللي معاه ربنا. انت لو معاك واحد في مثلا في وسائل الحكوميه ولا في اي مكان له وضعه، انت هتقول لا انا معايا كذا هناك هيظبط لي الدنيا. انت معاك ربنا اللي احسن من الدنيا كلها. فيا جماعه نفهم النقطه دي، نفهم يعني ايه ربنا، نفهم يعني ايه نحاول، نفهم يعني ايه ما نقفش في مكاننا. فصدقوني هتنجحوا. انا مهما قعدت اقول عن ربنا مش كفايه. فجرب النقطه دي، صدقني والله هتنجح. اشوفكم على خير الحلقه الجايه وبرنامج في قناه ذكاء وفي قناه محمد شعراوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.